حياكم، اللهم صل وسلم على محمد. ريم عبد الله، في موطي في ريم. خلونا أول شيء في ريم. ريم عبد الله ممثلة سعودية تتمنى أو تبغى تترشح إلى منصب رئاسة نادي، رئيسة أنثى نادي الزعيم. تعرف الزعيم صار معنا في صندوق الاستثمار، الحب يجمعنا مهما كان ومهما صار. فأتمنى لها التوفيق. نادي كبير، عند أعضاء ما شاء الله تبارك الله، عند جمهور، وريم تستاهل الدعم، وأتمنى لها التوفيق. وإن شاء الله بإذن الله تكون قائدة وتمسك منصب أعظم نادي سعودي، نادي الزعيم. موضي دخلت معنا، دخلت التاريخ الرياضي، وراح تكون يعني اسم يعني تردد على مسامع جماهير الكرة السعودية والعربية، وراح تكون لها مقاطع غنائية. ويرجع زمن الطيبين مع موضي. يلا يا موضي، جتك فرصة، تستاهلين الدعم والإعلان من جمهور الأندية أو جماهير الأندية. نعم موضي راح تكون معنا ليل نهار. شوف تحسبني استهبل؟ شكرا لمعالي المستشار دعم الفنانة موضي الشمراني بعد فترة من الانقطاع عن الفن وعن يعني الحفلات. خاف انها اول بارق عناد في عناد تقيم الحفل العظيم والغنائي المثير. نعم، فكونا منها وفكونا من يعني إذا زاد الشيء عن حده ينقلب ضده. يسويها ويكون الحفل في ملعبنا. أنا أقول لك موضي راح تشارك وراح تكون لها بصمة وين أو لمسة كذا، أو راح يعني خلاص دخلت معنا. أقول لك في الرياضة ريم عبد الله وموضي الشمراني، والبقية في الانتظار. بس هذول الحين توهم طلعوا ظهروا الحين. ريم في صدر الملاعب، وموضي بتصريح مثير من معالي المستشار. وخذ لك يا جمهور الزعيم، راح تسمع موضي على طول. أي مشاركة في ملعب الزعيم الجديد راح تكون موضي أيقونة الملعب، ترند كل يوم. ما راح نفارق اسم هالفنانة وهالاسم الذي تغنينا وكنا ننطرب على صوتها الشذي يقولون. نعم، وكنا نعاني من يعني تعرف كانت طقاقة وتغني أغاني ما تخطر على بالي الآن. نسيتها والله، نسيت حتى أنا ما عرفت شكلها إلا الحين قريب شفتها قالوا هذه، والله ما أعرفها بس نسمع صوتها. تعرف الزمن الجميل، طرب وتغني أغاني جميلة وحزينة تحرك الفؤاد. أين حلت موضي؟ يعني ما أدري إيش موضي. تخيل الجدل بين الجماهير، موضي وريم عبد الله يشاركون، أو يعني ما أدري إيش أقول لك، يشاركونهم، ما أدري إيش شاركوهم، والله يشاركون. دخلوا معنا خلاص، دخلوا والله على طول زحفوا. ريم جت مشوتة من صدر الملاعب، وموضي مع المستشار ما قصر، شب النار بين الجماهير. يلا استريا ستار لقوا، وحصلت لهم فرصة على جماهير الزعيم. بس هالمرة موضي بريم للأسف لن أشارك. نعم، سوف أقاطع ولن أذكر هالأسامي مرة ثانية في مقاطعي. بإذن الله سأكون إنسان واعي وفاهم. لعبة هي للتسلية وليس لأغراض أخرى. في بعض الجماهير صراحة راح تكون يعني ما أدري وش أقول، بس يا للأسف والله تطورنا، صندوق استثمار يجمعنا، وبدت السفاهات تزيد. الحين خلاص موضي معنا، لا حول الله، كله من معالي المستشار.
لو الناس سكت. ليه؟ سبب زحمة والشارع زحمة والدنيا ملتحمة والجماهير من شحنة والسالفة تالفة. موضي خلصت خلاص، انتهى زمان موضي، بس الاسم موضي، الباقي على الجمهور يكمل. موضي الشمراني، موضي مدري مين. الأفلام الهندية تصير مع الجماهير اللي واحد منهم يقول لك اللقاء كان مسجل، هذا مجنون. غيره وش بيقول؟ العقليات تختلف في التشجيع. والله لو كان مدرس أو مثقف أو مسؤول ومناصب، ماسكين الإعلاميين ماسكين مناصب ومتعلمين ومثقفين ودارسين، وشوفهم دلوخ أكثرهم. واحد لغة عربية يدرس ودلخ يستحمر في الإعلام. ايش تنتظر من بعض الجماهير؟ هي على حسب العقليات. أنا أقول التشجيع في ناس يقدسون كيانات ومدري وش وأمة وهو مسؤول أو مدرس فاهم كل شيء. لعبة كرة القدم عنده شيء ثاني، والله عنده شيء ثاني. هو مدرس تلقاه فاهم، بس لما يجي في الرياضة يستحمر. السبب الله أعلم. فالله يعيننا على بعض العقليات في الرياضة والتشجيع. مرض الله لا يبلانا ويشفي مرضانا بإذن الله.